الشكل النهائي بتاع الدوناتس بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اي حاجة النهاردة عن اكلتنا او حلوياتنا او وصفتنا عموما، ما تنسوش سبسكرايب واشتراك في القناة علشان كل جديد يوصل لكم، عشان في ناس كتير جدا كلمتني وبتقول لي الفيديوهات بتاعتي ما بتوصل لهمش. هي ما بتوصل لهمش عشان ما بيفعلوش زر الجرس. يا ريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان كل فيديو جديد انا اعمله يوصل لكم. وان شاء الله باذن الله قلنا النهارده نعمل برضو حاجة حلوة مع بعض، عشان احنا لسه في اوائل طبعا السنة الجديدة. هنعمل النهارده مع بعض دوناتس. تعالوا نشوف مقادير الدوناتس بتاعتنا هي ايه. بصوا بقى، اول حاجه هنقول عليها التزيين بتاعنا. طبعا التزيين ده على حسب ما انتوا تحبوا. انا عندي هنا شوكولاته، انا بحب استخدم نوتيلا. لو انتوا ما بتحبوهاش ممكن تجيبوا الشوكولاته اللي بتتباع اللي هي البواكي دي، بس تجيبوها اللي هي الفاتحه اللي هي بالحليب، بلاش الغامقه. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي شوكولاته، وعندي مربى، وعندي شوكولاته بيضه، وعندي شوكولاته بيضه وانا حاطه عليها الالوان، في اللي هي الوان الطعام دي ما بتاثرش وصحيه جدا، ما تخافوش لو انتوا خايفين على الاطفال، هي ما بتاثرش في اي حاجه خالص. في بقى منها الوان اللي هي الاحمر والازرق والاصفر اللي انتوا تحبوه. وعندي فرماسيم ملون، ودوت عندي برضو سكر برضو الوان، ده بيتباع برضو عند العطار. وعندي فرماسي شوكولاته. ده بالنسبه للتزيين بتاعنا. عجينه بقى الدوناتس بتاعتنا بتتكون من عندي كوبايتين دقيق، وعندي معلقه كبيره خميره، ومعلقه كبيره سكر، وعندي معلقه صغيره فانيليا، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر، وعندي رشه ملح، ومعلقه كبيره خل عشان ده بدل محسن طعام، وعندي معلقتين كبار زبده، وعندي بضايه، وعندي اللبن بتاعي لازم يكون دافي، وده طبعا على حسب العجين بتاعي هنعجن بيه لغايه لما يلم. تعالوا بقى دلوقتي هنعجن مع بعض الدوناتس. عندنا كوبايتين دقيق بتوعنا، هننزل عليهم كل المواد الجافه اللي احنا قلنا عليها، السكر والخميره ورشه الملح والفانيليا والبيكنج باودر، وهقلبهم مع الدقيق كده. قلبنا دلوقتي الدقيق بتاعنا مع المكونات الجافه بتاعتنا، وادي البضايه حطيت عليها رشه فانيليا، وهحط عليها اللي هي المعلقه الكبيره الخل، وهقلبهم مع بعض، وهنزل بقى بيهم كده على الدقيق، وهنزل بمعلقتين الزبده، وهقلبهم كده كويس جدا علشان ابدا انزل بقى باللبن تدريجيا عشان ابدا الم العجينه بتاعتي. هنبدا بقى ننزل باللبن بتاعنا حبه حبه كده، ونبدا نقلب العجينه بتاعتنا. دلوقتي انا لميت خلاص العجينه بتاعتنا، بصوا بقت عامله ازاي خلاص كده. تمام. هجيب بقى دقيق وهفرشه كده، هنطر كده حبه على المفرش، وهبدا بقى اضرب في العجينه كده، اخدمها كويس قوي بتاع 10 دقايق ربع ساعه بالمنظر ده كده. انا دلوقتي ضربت في العجينه بتاعتنا خلاص. تمام. بصوا بشكلها عامل ازاي، جميله جدا وناعمه. تمام. انا هحطها طبعا لغايه لما لازم تخمر شويه، ولاحظوا ان احنا في الشتاء فهتاخد وقت شويه وهي بتخمر. انا هسيبها تخمر شويه وبعد ما تخمر ارجع لكم تاني. ودي دلوقتي شكل العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت شويه. هنبدا بقى دلوقتي هنرش حبه دقيق على الرخامه بتاعتنا، ونطلع العجينه كده من تحت عشان نطلع الهواء اللي فيها. طلعنا العجينه دلوقتي بتاعتنا، هنبدا بقى نفردها بالنشابه بتاعتنا. بصوا فيها هوا ازاي، وجميله وناعمه وتخينه وحلوه جدا. احنا دلوقتي فردنا العجينه بتاعتنا اهيت كده، ومش عايزاها طبعا العجينه يبقى سمكها رفيع، انا عايزه سمك تخين شويه. عندنا القطاعه بتاعتنا قطاعه الدوناتس. تمام. هنبدا بقى نمسك كده ونقطع جامد، في منها الصغير وفي منها الكبير، بس انا جبت الصغير علشان يطلع شكله حلو. وهنشيل طبعا اللي في النص دي كده، وبنعمل مع بعض اهوت كذا واحده كده، وتلفي برضو نفس الحكايه كده. بصوا الاشكال اهيت. وهنبدا طبعا نشيل كله دلوقتي مع بعض اما اخلص
الدوريات بتاعتي ديت. لو انتوا عايزين المقاس الكبير زي قلت لكم، في القطاعه اللي هي المقاس اكبر من دي بالشكل ده كده. هخلص بقى الشكل بتاع العجينه كده كلها وارجع لكم تاني. دلوقتي احنا خلصنا العجينه بتاعتنا كلها، وجبنا ورق زبده متقطع كده مربعات صغير، ورصينا عليه بقى الدوناتس بتاعنا. هنسيبه بقى يخمر لمده ساعه، ساعه ونص، مش اقل من كده. وبعد ما يخمر نرجع مع بعض تاني عشان نشوف هنعمل ايه. وده شكل الدوناتس بتاعنا بعد ما خمر. هنبدا بقى دلوقتي هنقليه مع بعض. جبنا بقى الطاسه بتاعتنا وحطينا فيها زيت كتير، وهنبدا دلوقتي هنقلي مع بعض الدوناتس بتاعي. هنحمره، بس اهم حاجه انا مش عايزه الزيت سخن، انا عايزاه يكون دافي علشان الدوناتس بتاعك ما يحمرش بسرعه من فوق ويبقى مش مستوي من جوه. هنبدا بقى دلوقتي هننزل الدوناتس بتاعنا. وبالراحه خالص عشان خاطر التخمير بتاعنا ما يهبطش. دلوقتي خلاص نزلت بالدوناتس بتاعي. طبعا لو لقيتي طبعا الزيت بدأ يسخن منك هتوطي النار عليه خالص، هيبدأ بقى ياخد اللون ده على حسب بقى اللي انت تحبيه. لو عايزه لونه غامق هتستني لما لونه يبقى من تحت غامق وهتقلبيه على الناحيه الثانيه. لو عايزه لونه فاتح برده هتشوفيه كده لما يبقى فاتح من تحت وتقلبيه على الناحيه الثانيه. لما يحمر من تحت هقلبه واوريكم لونه بقى عامل ازاي. دوت لون الدوناتس بتاعي من تحت. بصوا انا بحبه فاتح كده، وهو اصلا لما بتيجي بقى بتزينيه بيبقى شكله حلو قوي وهو فاتح كده. وبرده بحسب ايه اللي تحبوه، لو عايزين تغمقوا مفيش مشاكل. دلوقتي انا ديت اول واحده اهيت، اول طاسه. هخلص بقى الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. ده شكل الدوناتس بتاعنا بعد ما خلص. طبعا طلعناه على مناديل علشان يشرب الزيت بتاعنا كله خالص، يتصفى فيه قبل ما نزينه. وده كان شكله اهوت. يا رب يعجبكم. طبعا الدوناتس وانا بعمله في الفتحات دي، فهي بواقي العجين اكيد مش هرميه. انا عملت ايه؟ عملت بقى حاجات كده لذيذه للاطفال تتاكل كده بسرعه بالمنظر ده. ديت الدوريات اللي كانت في الدوناتس من جوه، وبواقي العجين حرام طبعا يترمي، فعملت اشكال بتاعتنا علشان نغري الطفل كده علشان ياكل منه كده وما يشبعش ويفضل يطلبوا منك كتير. وده شكل اللي هو ايه البواقي بتاع العجين. هنحمره برده بنفس اللون كده بتاع الدوناتس. هخلص الكميه دي ونرجع مع بعض تاني. نبدا بقى في تزيين الدوناتس بتاعنا. هناخد كده اول واحده، هنزين اول حاجه بالشوكولاته. هنحطها كده في الشوكولاته كده تمام. دي ساده. وهنعمل واحده تانية عشان نحط عليها الفرماسيه الملون. تمام. هنحط بقى على الوش كده الفرماسيه بتاعنا الملون، ولازم تحطيه بسرعه قبل ما ينشف علشان مش هيلزق معاكي. لو نشفت الشوكولاته مش هيلزق معاكي الفرماسيه او اي حاجه بتحطيها على الوش. ده كان بالنسبه لدوناتس الشوكولاته. هنعمل بقى الشوكولاته البيضاء مع بعض، نفس الحكايه برضو. دلوقتي بقى هنعمل الشوكولاته البيضاء مع بعض نفس اللي عملناه في الشوكولاته اللي هي الغامقه. هنغطس برضو كده بالمنظر ده كده. دي ساده. ونعمل واحده كمان كده، وهنحط عليها فرنسيه بقى شوكولاته. خلصنا الشوكولاته البيضاء. هنعمل بقى الشوكولاته اللي هي الحمراء اللي هي فيها اللون. هنعمل برضو كده، هنغطسها. بصوا لونها جميل ازاي، تحفه. نعمل واحده كمان عشان برضو نحط عليها فرماسيه من فوق. نحط عليها فرماسيه برضو شوكولاته كده. وبعد كده بقى نعمل الدوناتس بتاعنا بالمربى. نعمل بقى دوناتس بالمربى نفس الحكايه كده. هنغطسه في المربى بالمنظر ده كده. طبعا المربى بتبقى ساده، ما بنحطش عليها اي حاجه طبعا من فوق كده. نشكل بقى الكميه بتاعتنا، وبعد ما نشكلها ونخلصها نرجع لكم تاني. وده شكل النهائي بتاع الدوناتس بتاعنا، اللي ساده واللي فيه بقى الفرماسيه والاشكال اللي هي الكور والقلوب والكلام ده كله جميل للاطفال. يا رب يكون شكله النهائي عجبكم،
وحاجة جميلة جدا ولذيذة وخفيفة كمان مع كوباية شاي بلبن. يا رب يكون طبق النهاردة عجبكم.